السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شوفوا دابا بعد ما انا حمرت الطحين، حمرت الكاوكاو، حمرت اللوز، حمرت الزنجلان، دابا غادي ندخل العمليه ديال الطحن. المهم انا بالنسبه للطحين درت كيلو ونص ديال الطحين. هذا الطحين ديال الروز اورغانيك. درت كيلو ديال الطحين، كيلو ونص ديال الطحين، ودرت كيلو ونص ديال الزنجلان تا هو حمرتهم، ودرت غير كيلو ديال الكاوكاو اللي حيت القشره تقريبا ماشي كله، ودرت كيلو ونص ديال اللوز. ها هو درت نص كيلو. هذا حمرته سلقته خلاص وحيت له القشره وحمرته في الزيت. هذا اللي غنخلي منه الديكور، اللي غادي نخليه بطرفات ارمي منه طرفه صحاح والباقي نهرمشه شويه. هذا الكاوكاو هنا غندير ندير شي الكركاع اختياري، اللي بغا يديرو يديرو. وهنا حبه حلاوه والنافع. النافع عندي ها هو عاد هو هادشي كله غنديرو طحنو. هنا هنا 2 معالق ونص، وهنا 2 معالق ونص كبار. انا هي بسميتو ما كنديرش السكر، كندير العسل الحر تنخلط به، وغنزيد القرفه وغنزيد الكوزه ونزيد المسكه. المهم نبداو على بركه الله. الكوزه ها هي، باقا نزيد شويه المسكه باش خصني نحطها ما ننساش، وغادي نطحن كلشي في الترموميكس. دابا غادي نبدا ان شاء الله على بركه الله. غادي ندير هذا، غادي نطحنو مزيان. انا غندير شي انا هو الخضر كنستعملو في الطحين صراحه باش ندير سميتو. انا كنبقى باغا نطحنو مزيان، مبغيتش نخلي منو كاع مهرمش بالمره. دابا ندير 30 دقيقه ثانيه، وندير الفيتيس. ها هو كيخرج طلق الزيت. انا برك عليه بحال هكايا. ممكن نزيد، غنحاول ندير معاه حتى اللوز باش ما نضيعش الوقت. شوفوا هذا اللوز مع شي كاوكاو، شوف تبارك الله كي كيعطي. دابا حنا طحنت اللوز درتو على 3 المراحل. هذا طحنته مزيان تعطى الزيت ديالو، حتى هذا شويه، هذا طحن رقيق بزاف، وهذا تقريبا بقى مهرمش شويه. دابا بقى لي انا هذا غناخد غير شويه، غادي ندير ضربه وحده يعني بحال نقردو، والباقي غادي نزوق به. غناخد شويه باش يجي نص اكثر من زيان، نخليه صحيح ونرميه فيه. دابا انا درت هنا الزنجلان حتى هو غادي نطحنو مزيان، بغيت نطحنو مزيان. باقي نزيدو، ولكن نخليه صافي بحال هكايا، هكا تدارخي الزيت ديالو. دابا هذا غادي نضربوه ضربه خفيفه، نصو انا نرميه صحيح. هذا غادي نخليه صحيح. ها هو تهمش يعني ماشي بزاف، يعني باقي يحب. المهم ها هم عندي هذه ديال المسكه الحاره، غنديرها تطحن معاهم. صافي دابا غادي نبدا نخلط الاشياء. ها هو هذا الطحين غنديرو هنا. انا الطحين تنحط يعجبني نحمرو مزيان حتى باش نخلي الطحين بيض. واحد العام ما تحمرش، انا خصو يكون عندي ذهبي بحال هكا. واحد العام ما جانيش ذهبي وما قدرتش ناكل، والله ما قدرت ناكل. هنايا واخا هو كلشي تطحن، غنكبو هنا.
دابا هنا غادي ندير 2 معالق كبار ديال القرفه، وغادي نحك شي الكوزه، ندير هاد النص هذا نعملو كله، وغادي ندير العسل. انا كنخلط بالعسل، العسل حر. بالنسبه للعسل كندير وكنذوق. انا باغا ندير كلشي في خطره باش ندير تخليطه وحده. البنات بالنسبه لحبه حلاوه والنافع راه طحنت معاهم المسكه الحاره وفهمتي. وهنايا نقبط بعد ما درت العسل خلطت بيدي شويه، ولكن غادي نديرو هذا في الترموميكس باش كيخلط لي المكونات مزيان ويسهل عليا، لان والله الا كنت طاحوا عليا بالتحرك بالتخلاط. وهذيك فضلت ندير لداخل في الماكينه، كيجيني اسهل بالفعل نخلطهم خير بزاف. الحمد لله تيتخلط مزيان، والله الا كيتخلط مزيان معاه. كنقطع ديك التماره ديال الكتاب تيطيح شتي كي تيتخلط. دابا انا خلطته في الماكينه مزيان، غادي نزيد هاد الزنجلان كله اللي هو بقى صحيح، غادي نزيد هاد عرفتي اللوز شحال خطر كندير مع الماكينه كتغلبني، تنديرو بعد اساس نخليه الطرومه شويه كبار، صافي الزربه كضربهم ليا صغار، صافي بقى لي هادشي هو اللي درتو هكا صحيح، ما تبقى كله تطحن لي بزاف، واخا خليته مهرمش ما يتخلط عاود زاد تطحن. صافي غادي نخلط ومن بعد غادي ندير الزبده. وحق انا مع شوف انا دابا هنا ندير الزبده تذوب. الزبده ضروري تكون زبده مزيانه. انا غنخلص ليها هاد الكميه، انا نخلطها بالزبده والزيت، والباقي غنخليها نديرو في ميكات نديرو في فريكو. المهم هذه زبده خصها تكون زبده مزيانه، هذه زبده بلديه كيتباع عندنا زبده مزيان باش كتعطي داك واحد اللذه اكثر في هذا في الصفوف. غادي نخليها حتى تذوب مزيان وعاد نزيد عليها الزيت البلديه. دابا غادي ندير الزيت في الزبده، هي الزبده ذوبتها غنديرها هي الاولى، انا خلطته. دابا غنشوف هاد التفصيل. انا الصراحه مورفا كنديرو ايوا وكنخلي فيه الطروفه بزاف. دابا انايا مع الترموميكس واخا خليت الطروفه ما جات كنخلط وداكشي دارها بيا واخا هكاك، لان انا اول خطه كنطحن في هادشي الصراحه. ها هو السله انا قديته كما قلت لكم، درت شي الكميه تقريبا اقل من النص، والاخر كنقبطو انا كنخشيه في الفريز لان حنا عندنا الحراره كثيره والعائله قليله، وما كنبغيش نخلطو في خطره واحده كله، تنخليه كيبقى لي مده طويله. فيما كنحتاجو كنجبد شويه. المهم ها هو سلو كيجي لذيذ غزال، ما نقول لكمش المذاق ديالو كي داير. حاجه وحده ما عجبتنيش وهي انني كنبغي انا الطروفه ديال اللي في هادو اللي في خويساك بحال درت الكركاع بغيت نخليه طريفات تطحن ليا بزاف. اللوز درت ليه غتطحن بزاف، ولكن اللي درتو انا يبقى طريفات حتى هو تطحن، وهذا هو اللي ما عجبنيش. بقاو غير هادو اللي انايا درتهم ورميتهم صحاح، ما الاخرين انا عاده تيكونوا دوك الطريفات الصغار دائما تيكونوا، ولكن معليش
دابا حنا الترموميكس يلاه كنتقادو فيه شويه. المهم هذا هو يا السلو ديالي، نتمنى يعجبكم. تيبان لي واحد الحاجه عوجه من هنايا. المهم هذا هو السلو ديالي. المهم الفيديو ديالي هو هذا. تنقول لكم شكرا بزاف على حسن المشاهده وانتم كتفرجوا. ما تنساوش واحد الكومونتير وتبارطاجوا مع صحابكم واللايك واشتراك. كنقول لكم شكرا بزاف على حسن المشاهده والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.